السلام عليكم. فيديو جديد على قناه كوزين خديجه بها. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. وصفتنا اليوم ان شاء الله رائعه بزاف، لذيذه، من اسهل ما يمكن توجدوا ومن ألذ ما يمكن تذوقوا، اللي هما البريوات بالسبانخ والجبن. رائعين بزاف، لذاذين، كيستحقوا تجربه. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير باش تحصلوا على هذه النتيجه هذه. بداو على بركه الله. هنايا خديت مقيله فيها بصله وحده متوسطه او كبيره على حسب الكميه ديال البريوات اللي بغيتو توجدوا. كنقطعوا قطع اللي هي صغيره وزدت معها شويه ديال زيت الزيتون، وممكن ديروا زيت نباتيه او تخلطوهم بجوج. غادي نشحرهم مزيان حتى كتدبل ديك البصله او كطيب، يعني كيولي اللون ديالها ذهبي على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا معايا. هنا في الاول غادي ديروا غير البصله والزيت فقط لا اقل. من بعد ما كطيب البصله ديالنا مزيان وكيولي اللون ديالها ذهبي، عاد كنضيفوا هنايا السبانخ او لي زيبينار اللي كيكونوا طبيعه الحال مغسولين مزيان ومصفيين وكذلك مقطعين قطع اللي هي صغيره. هنايا ضفت واحد جوج ربيطات ديال السبانخ. ما تشوفوش الكميه كثيره، هنايا دغيا كيذوبوا كتولي الكميه اللي هي قليله. الكميه ديروا الكميه اللي بغيتو على حسب البريوات اللي بغيتو او السيجار اللي بغيتو تعمروا. صافي غادي نغطي عليهم وتنخليهم حتى كيطيبوا، يعني كيدبلوا. هنايا النار كتكون مهيله. علاش كنقصوا النار؟ باش كيخرجوا ديك الكميه ديال السوائل اللي كتكون فيهم، يعني ديك الكميه ديال الماء اللي كتكون في السبانخ او لي زيبينار كتهبط كامله وكتبخر. وهنايا من بعد عاد غادي نضيف الملحه وغادي نضيف كذلك الابزار. بالنسبه للملحه ما تضيفوهاش الاول لان الكميه ديال السبانخ كتبان لكم كثيره وغتكثروا الملحه. من الاحسن تخليوه حتى كطيب البصله وتيطيبوا السبانخ اللي هما لي زيبينا، عاد ديك الساعات كتضيفوا الملحه وما تكثروهاش لان الفرماج كيكون مالح. صافي هنايا اخر اضافه غادي نضيفها قبل ما نطفي على البوطه اللي هي الكوزه. غادي ندير واحد رشه ديال الكوزه، ضيفوها كتعطي مذاق رائع رائع بزاف لهاد البريوات هادو او هاد النوع ديال الحشوات. كما تشوفوا غير الكميه اللي هي قليله، والنار كما قلت لكم كتبقى مهيله باش دوك السبانخ كيطلقوا داك الماء ديالهم وكيتبخروا. كتبقى طيب هاد الحشوه هذه طيب حتى ما كيبقاش يبان لكم الماء في المقله نهائيا. ضروري من هاد العمليه هذه باش ما تيطرطقوش لكم البريوه ديالكم ملي كيكونوا كيطيبوا. صافي هنايا هذه الحشوه ديالي من بعد ما طفيت على البوطه وخليتها بردات مزيان وضفت عليها هنا واحد 50 غرام ديال الفرماج. هنا استعملت الفرماج ديال الدجاج داك ادام، او استعملوا اي نوعيه بغيتو، ممكن تستعملوا موتزاريلا اي نوعيه. انا استعملت غير 50 غرام، يعني كميه اللي هي قليله. وكذلك غادي نستعمل هذا النوع هذا ديال الجبن، غناخذ كميه مناسبه واحد جوج معالق كبار، او ممكن تستعملوا فرماج ريكوتا. هنا انواع ديال الاجبان كتبقى اختيار. كذلك ممكن تستعملوا فرماج مثلث في بلاصه داك الفرماج محكوك عندك فرماج ادام، ممكن تستعملوا فرماج مثلث او مربع. انواع الفرماج كتبقى اختياري لكم نتوما. ضيفوا الكميه اللي بغيتو وكذلك ضيفوا الكميه على حسب الحشوه اللي درتو. صافي هنايا ديال الاضافات الاخيره اللي ضفت اللي هي الفرماج وهذا الجبن هذا. كنخلط مزيان بالملعقه حتى كنتاكد بان المكونات ديالنا كاملين تخلطوا بعضياتهم. واخر حاجه ضفتها هي الزعتر المطحون. كتعرفوا الزعتر المطحون كيتواتى بزاف مع الفرماج او الجبن، كيعطي مذاق خطير. صافي كنتاكد بان المكونات ديالي تخلطوا مزيان وداك الجبن تخلط مزيان. هنا كتكون الحشوه ديالنا واجده. عاد كناخذ الورقه. هنايا عندي ربعه ديال الورقه هي اللي خديت، وهنايا خديت الورقه ديال البخار، خديت ربعه فقط كفاتني مع هذه الكميه اللي عندي ديال الحشوه. غادي نقطع هنايا على جوج، ومن بعد غادي نقطع شرائط طويله وغنفسخهم كاملين وغنحطهم على جنب. هاد العمليه اللي ديروها هي الاولى باش ملي تبغيو تمونطيو او تشكلوا البريوات ديالكم كتجيكم الخدمه سهله. صافي غنقطعهم هكا شرائط طويله وغنفتحهم كاملين وغادي نخليهم على جنب وندوزو نشكلوا مع بعض البريوات ديالنا. هادو هما الشرائط اللي عندي غادي نحطهم على جنب، وكناخذ الاشرطه هنا كنحطهم فوق سطح العمل. وهنايا بالنسبه للاشرطه ديالنا دائما الجهه الحرشه هي اللي كتلامس الحشوه، يعني هاد الجهه الحرشه هي اللي كتكون الفوق كتلامس الحشوه، والجهه الملسه هي اللي كتلامس فوق سطح العمل. هنايا كديروا عدد الاشرطه اللي بغيتو 4 5 6 او كتسرحوهم كاملين على حسب الحجم ديال سطح العمل ديالكم. وكديروا كميه ديال الحشوه شويه، ما تكتروش لان الا كثرتوا الحشوه كتنفخ ملي كتكون كطيب وكيطرطقوا. صافي وكنشكلوا مثلث على هذا الشكل هذا. غنخليها على جنب وغادي نعاود نشكل الشريط الثاني على الطريقه هذه. حاولوا ما تخرجوش الحشوه، ما تخرجش على برا، يعني زيروا عليهم مزيان. ولكن داك التزيير اللي غادي تزيروا يعني ما تزيروش حتى ترتقوا الحشوه. والحشوه كما قلت لكم ما تكتروش، ديروا غير كميه قليله ما يجوكمش منفوخين باش ما يتخرطقوش من يكونوا كيطيبوا. صافي هنا غادي نستمر على الطريقه هذه حتى غادي نسالي الكميه كامله اللي عندي وديروا 4 ب4 5 ب5.
ولاش دغيا كتساليو العمل ديالكم وما كياخذوش الوقت. الحشوه ولا الطريقه ديال التحضير ديالهم ساهله دغيا كيوجدوا. وكذلك الا ما بغيتوش تشكلوهم على شكل بريوات ممكن تشكلوهم على شكل سيجار. كتقطعوا الدائره ديال الورقه على شكل زائد ومن بعد كتقطعوا دوك المثلثات في الحجم اللي بغيتو كتشكلوا السيجار ديالكم. يعني اللي بغيتو شكلوه سواء بريوات سواء سيجار. المهم هي الحشوه كتجي رائعه بزاف وكيجي المذاق ديالها لذيذ اكثر من رائع. كتعرفوا الحشوه ديال الصبانخ كيفاش كيجيو، سواء درتهم بالفرماج بالجبن كذلك بالكروفيت او ب... بالدجاج كيجيو اكثر من رائعين. صافي غادي نستمع على الطريقه هذه حتى غنسالي الكميه كامله اللي عندي. من بعد ما غادي نساليهم كاملين كناخذ الخليط ديال الدقيق والماء غير شويه، والخليط ما كيكونش ثقيل وما يكونش خفيف، يعني يكون القوام ديالو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. وغادي نبدا نسدهم كاملين. لهذا من الاول خصكم تنظموا العمل ديالكم، يعني كتوجد الحشوه من بعد كتقطعوا الورقه من بعد كديروا شرائط وتحطوهم على جنب وتبداو تعمروا. عاد اخر حاجه كتبداو تسدوا بالدقيق والماء باش ما كترونوش الخدمه ديالكم وكيجيو البريوات ديالكم قادين ونقيين وزوينين. صافي من بعد ما غنسدهم كاملين بالدقيق والماء. وهنايا في هذا الاثناء هذا درت شويه ديال الزيت تسخن في المقله او ديروا كاسروله او اللي بغيتو. على عافيه متوسطه، يعني ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف، يعني تتكون متوسطه في الطهي ديالها. هذه الكميه اللي حسبت عليها ديال البريوات. هنايا الزيت هي دفات شويه او سخنت شويه. كنتيستيها انا بشويه ديال الورقه. بعد ما كتبان ديك الورقه صافي تشمعات مباشره كنوضع البريوات ديالي هنايا كما غتشوفوا. ومني كنوضعهم كندير بالي معاهم كنبدا نقلبهم من جوج ديال الجهات حتى كيتحمروا. كنستعمل على الطريقه هذه شويه بشويه شويه بشويه حتى كنسالي الكميه اللي عندي. من بعد الكميه اللي طابت كنديرها في شي شبكه فيها ورق ديال الطبخ، يعني باش داك الزيت اللي كيكون فيهم على برا كيلصق في داك الورق، اما لداخل راه كيكونوا ناشفين ما كيشربوش الزيت نهائيا بصفه نهائيه. صافي غنستعمل على الطريقه هذه حتى غنسالي الكميه كامله اللي عندي وكنبدا نقلبهم وكندير بالي معاهم. هانتوما كتشوفوا دغيا كيتحمروا ما كياخذوش الوقت بزاف. بعد ما كطيب القليه الاولى كنحطها في ورق نشاف شي شبيكه. من بعد كنضيف الكميه الثانيه وكنستعمل على الطريقه هذه حتى غادي نسالي الكميه كامله اللي عندي. هادو هما الربعه الاخيره اللي بقاو حتى هما كندير بالي معاهم شويه بشويه حتى كيتحمروا من جوج ديال الجهات. مباشره غادي نقدمهم معكم في طبق التقديم وغنقطع معكم باش تشوفوا القرمشه ديالهم على برا وكيفاش كيجيو معلكين من الداخل وما كيشربوش الزيت نهائيا. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات بالسبانخ والجبن اللي كيجيو اكثر من رائعين، لذاذين بزاف وساهلين. سمعتوا التقرمشه ديالهم في الاول كيجيو معلكين صراحه كيستحقوا التجربه. نتمنى تجربوهم، انا متاكده غادي يعجبوكم. توجدوهم في الفطور ديالكم في شهر رمضان على الابواب او كذلك في الكوتي في الايامات العاديه او في العشاء مع شي شوربه. كيجيو رائعين بزاف كيستحقوا التجربه. نتمنى تجربوهم. كذلك ما تنساوش تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وفعلوا الجرس الا ما كانش مفعل باش توصلوا دائما بكل جديد الوصفات ديالي. شكرا جزيلا على حسن المتابعه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.